بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. إخواني في الله، أحبائي في الله، أعيش وإياكم الآن في هذا اليوم الفضيل مع حديث قدسي رائع، حيث جاء في الحديث أن المولى عز وجل قال: إني والإنس والجن في نبأ عظيم، أخلق ويعبد غيري، أرزق ويشكر سواي، خيري إليهم نازل وشرهم إلي صاعد، أتقرب إليهم بالنعم وأنا الغني عنهم، ويتباغضون لي بالمعاصي وهم أفقر شيء إلي، أهل ذكري أهل مجالستي، أهل شكري أهل زيادتي، أهل طاعتي أهل كرامتي، أهل معصيتي لا أقنطهم من رحمتي، إن تابوا فأنا حبيبهم، وإن لم يتوبوا فأنا طبيبهم، أبتليهم بالمصائب لأكفر عنهم المعائب، الحسنة عندي بعشر أمثالها وأزيد، والسيئة بمثلها وأغفر، وعزتي وجلالي لو استغفروني منها لغفرتها لهم. عبدي أطعتنا فأحببناك، وعصيتنا فأمهناك، وإذا عدت إلينا قبلناك. عبدي شاب شعرك واحدودب ظهرك وضعف بصرك، عبدي استحي مني، استحي مني، فإني أستحي منك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.